في العلاقة التكاملية، بين للقرآن والسنة. المقدمة. يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المصدرين للتشريع الإسلامي، وهما متكاملان لا ينفصلان، إذ يشكلان معا المنهاج الرباني الذي يهدي البشرية إلى الحق والخير والصلاح. وقد أثار العلماء هذا السؤال الجوهري: هل السنة في حاجة إلى القرآن كما القرآن في حاجة إليها؟ وهو سؤال يعكس عمق العلاقة بين النصين. وفي تحليل هذا الموضوع سنتبين ونكشف التفاعل الوثيق بين المصدرين، ونبرز أهمية كليهما في فهم الدين وتطبيقه. الجوهر. 1. السنة شارحة للقرآن ومبينا له. القرآن الكريم وضع الأسس العامة والتشريعات الكلية، لكن كثيرا من آياته جاءت مجملة أو عامة أو مطلقة، فجاءت السنة لتفصل وتبين. فعلى سبيل المثال، القرآن أمر بإقامة الصلاة، لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا كيفيتها، فجاءت السنة لتوضح ذلك بالتفصيل. وهذا يدل على أن القرآن بحاجة إلى السنة لبيان معانيه. 2. القرآن مرجعية عليا للسنة. على الرغم من أهمية السنة، فإنها تستمد شرعيتها من موافقتها للقرآن. فالقرآن هو المعيار الذي تقاس به الأحاديث، وما خالف القرآن لا يقبل من السنة، وهذا يدل على حاجة السنة إلى القرآن لتضبط وتفهم في سياقه الصحيح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا ينطق عن الهوى، بل كان يتلقى الوحي الذي يتضمن القرآن والسنة معا. 3. القرآن والسنة وحيان لا ينفصلان. السنة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم، وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الحية له. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. القرآن والسنة وجهان لعملة واحدة. القرآن هو النظرية، والسنة هي التطبيق. لذا لا يمكن لأي مسلم أن يكتفي بأحدهما دون الآخر. 4. حفظ الدين لا يكتمل إلا وبهما معا. من حكمة الله أن حفظ القرآن كان من خلال الوحي والكتاب، وكذلك حفظت السنة عبر الرواية والتحقيق العلمي الدقيق. ومن دون السنة لا يمكن فهم كثير من أحكام القرآن، ومن دون القرآن لا توزن السنة بميزان الحق، فكل منهما محتاج إلى الآخر لتحقيق الكمال في الدين. الخاتمة. إن العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية ليست علاقة تبعية أو انفصال، بل هي علاقة تكامل وترابط وثيق. فالسنة بحاجة إلى القرآن لتكتسب الشرعية، والقرآن بحاجة إلى السنة ليتجلى معناه وتطبق أوامره. لذا فإن أي فهم للدين بمعزل عن أحد هذين المصدرين هو فهم ناقص، بل قد يؤدي إلى الانحراف. والمؤمن الحق هو من يجعل القرآن والسنة معا منارا يهتدي به في حياته، لأنه بذلك يضمن الفهم الصحيح للدين والعمل به على وجهه الأكمل. مع تحيات الأستاذ لطفي تلتلي.